السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبعافية وزي الفل. في البداية ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاة على الحبيب، مهمة جدا. بعد ما صليت على الحبيب في البداية ما تنساش ان انت تدعي لاخواننا في فلسطين، ربنا يعني ينصرهم ويثبتهم ويزلزل الارض تحت اعدائهم، وربنا يعني يكرمهم ان شاء الله. دي اول حاجه. الحاجه التانية ندعي طبعا للشهداء ان ربنا يتقبلهم من الشهداء وبرضو يشفي المصابين. فدي اول حاجه. وطبعا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه. تمام تمام. طيب نبدا بايه؟ خليني اقول لك بحاجه مهمه جدا. الفيفا اعلن ان الحكم اللذيذ سيمون مارسينياك ده هيكون حكم مباراه الاهلي مع فلومونيزي، وده طبعا حكم تقيل من الحكام التقيله جدا. دلوقتي حكم من حكام الصفا، فاختيار جيد جدا للمباراه وحاجه عظيمه جدا بصراحة. يعني أنا نسيت أقول لك، تتوقع نتيجة مباراة الأهلي مع فلومينيز؟ اكتب لي تحت توقعك للمباراة، اكتب تحت التوقع بتاعك. هتسألني أنت توقعك إيه؟ بصراحة أنا شايف إن المباراة هتكون صعبة، وحاسس إن المباراة هتروح لركلات الترجيح. يعني عندي إحساس كده إن المباراة هتروح لركلات الترجيح، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا فيها. بس حاسس ان هي هتمشي لحد ركلات الترجيح. اتمنى لا، واتمنى ان الموضوع يكون سهل علينا والدنيا تبقى حلوه، بس يعني الموضوع مش سهل قوي كده. الحاجه اللي مخليني قلقان شويه هي فكره ان انا حاسس ان يعني ايه، ان الدوافع قلت شويه. بمعنى ان قبل مباراه اتحاد جده السعودي تحس ان كانت اللعيبه بتاعت النادي الاهلي عليها ضغط كبير جدا. الناس كلها كانت بص حطاهم يعني في حيطه وزنقاهم. فلو كان حصل اي نتيجه عكسيه كانوا هيتفرموا سواء لعيبه او مدرب، الكل كان هيتفرم. وبالتالي الجميع طلع اقصى شيء عنده، يعني طلع اقصى حاجه عنده. مش عارف، حاسس بعد المباراه بقى بتاعت الاتحاد لما خلصت في تصريحات كتير، في رغي كتير، في حوارات كتير، كله بدأ يتكلم. فاتمنى ان احنا الحاجات دي ما تاثرش علينا. كمان في حته يعني بيني وما بين الجيل ده، ان انت ما تعرفش تراهن عليهم. تحس كده ان هم يعني طموحهم محدود، مع ان الفرص اللي بتجيلهم تخليهم يوصلوا لحتت عمر ما حد وصل لها في تاريخ الاهلي. ولكن بحس ان يعني عارف انت الطموح بتاعهم محدود قوي. يعني عارف انت تحس ان انت بتاخد الدوري اللي بعده يا بطلوع الروح، عكس مثلا اجيال تانية كانت بتستثمر فكرة ان انا كسبت دوري تلاقي 7 قار ورا بعض، خدت بطولة تلاقي 3 ورا بعض، فاهم؟ تحس كده ان الطموح في الجيل ده قليل شوية او محدود، او دايما ما بيكملوش، او دايما يبقى عندك حتة كده انت انا مش مطمن لك، فاهم؟ فهو ده اللي بيخليني ما راهنش عليهم. فبس طبعا زي ما بقول لك هم عندهم فرصة تاريخية ان هم يعملوا حاجة ما حدش قبل كده ولا بعد كده يقدر يعملها، لان المواضيع بعد كده هتتصعب. دي اخر نسخة مونديال تقدر تعمل فيها حاجة، لان بعد كده الموضوع هيبقى صعب جدا جدا جدا. انت هتخش بقى في بطولة فيها مش عارف 400 فرقة من اوروبا على 400 فرقة من امريكا، فالموضوع هيبقى صعب. فانت دي اخر نسخة تقدر ان انت تنط تعمل حاجة، فاهم؟ والدنيا قريبة، يعني المرة دي الدنيا فعلا قريبة، يعني الفروق مش كبيرة. طبعا انا اتكلمت قبل كده قلت لك ان فريق فلومينيزي اقوى، ولكن مش باكتساح. يعني مش اللي هو انت مثلا هو هنا وانت تحت لا انت كده، يعني فاهم؟ لو نديها نسبة 60-40، فانت قريب بشوية روح على شوية اجتهاد على شوية عزيمة على شوية تمويت نفسك في المباراة، لا تقدر تعديه وتكسبه. بس برضه زي ما بقول لك هي في حته دايما بتخلي الواحد مقلق شويه في الران على اللعيبه دي. ولكن ان شاء الله باذن الله بكره الناس دي تكون يعني عند حسن ظننا بيهم، او يعملوا حاجه احنا مش متوقعينها. كهربا طبعا بعد المباراه الناس قلقت لانه كان طالع بيزك، ولكن امبارح في التمرين الراجل كان موجود. مفيش حاجة مقلقة حتى الآن، يعني مفيش حاجة مقلقة حتى الآن عن كهربا أو تخليك إن أنت تقلق حتى الآن. طبعا لو كهربا طبعا هيبقى في مشكلة، لأن أنت ما عندكش مهاجم. أنت مودست كل سنة وأنت طيب، وطبعا هنتكلم على مودست كمان شوية، بس مودست كل سنة وأنت طيب فأنت عندك مشكلة. فمش عارف بقى دي تتحل ازاي، يعني هل بقى توظف مين، طاهر بقى ولا مش عارف ايه؟ بس طبعا الكواليتي اقل كتير، اقل كتير يعني. فانت
يعني ربنا يستر على كهربا. بس زي ما بقول لك هو حالته مطمئنه، الدنيا تمام. امبارح في التمرين ما كانش فيه اي حاجه. النهارده برضو انت ايه هتعمل تشيك كده قبل التمرين، تبص تشوف الدنيا ماشيه ازاي. بس الحياه حلوه. اللي امبارح كان فيهم كلام هم كوكا وتاو، دول ما شاركوش امبارح في التمرين، خدوا اجازه. وطبعا كوكا كان خارج مصاب، تاو الراجل خايف عليه لا يحصل له اي حاجه، فقال لك والله لا ريحوا لي بقى انتوا الاثنين. بس برضو حاجات يعني الحاله بتاعتهم مش مقلقه، الدنيا تمام. صعوبه المباراه ان انت في السريع لعبت كده هوب يومين وبتلعب، يومين وبتلعب. وطبعا دي مشكله عند اللعيب المصري ان هو المخزون البدني عنده ضعيف جدا، فدي حاجه. فانت محتاج بقى تعوض الحاجات دي بحاجات حماسيه وحاجات عارف انت اللي هي ليها علاقه بقى بالروح والقلب والحاجات دي كلها. فدي الحاجه المهمه برضو ان انت تذاكر مباراه الاهلي النهارده. هيتم طرح التذاكر او الدفعه جديده من التذاكر. بس بقى في مشكله ان انت الجمهور اتحاد جده كان عامل حسابه ان هو هيعدي ولا وحاجزين بقى للنهائي. وقصة يا جدع خلاص ده هناخد كاس العالم للانديه، وبالتالي فحاجزين بقى تذاكر كتيره جدا. جمهور الاهلي مش كله حجز الموضوع التاني. طبعا في تذاكر رجعت وفي ناس قالت لك لا والله احنا مش عارف ايه. بس انا ما عنديش يعني شك ان جمهور الاتحاد هيشجع النادي الاهلي، يعني لو هم موجودين فهيشجعوا النادي الاهلي، ما عنديش شك في كده. فدي حاجه. بس طبعا الجمهور بتاعك طبعا بيبقى روحه اكبر، لانه يعني ده فريقك، فانت بيموت نفسه اكتر من اي جمهور تاني هيبقى قاعد يعني اللي هو مش فارق قوي معاه تكسب والله تخسر مش فارقه، وقاعد بيتفرج على الماتش. اتمنى الحضور الجماهيري يكون كبير. في ناس زي ما بقول لك رجعت التذاكر والكلام ده كله، فطبعا يعني هنشتغل عليها. فدي حاجه. طبعا من شويه كده كنا اتكلمنا على مودست والهجوم. يعني مش خافي عليك ان مودست كان كاس العالم دوت بالنسبه له هي الفرصه الاخيره لاثبات الوجود. وطبعا كالعاده ما فيش، الراجل خد طرد، وطبعا هو طرد غير مستحق. ولكن هو طرد طبعا ما كانش مستحق، يعني خلينا نكون واضحين. ولكن ده بيبروز حاجه ان اللعيب ده حظه سيء جدا مع النادي الاهلي، وعنده يعني ايه تحس ان لا، انا يعني تحس ان في حاجه يعني ايه ربنا مش راضي عنها، اللي هو الواد ده مش هينجح معاك. فانت فاهم. فطبعا انت كنت مستنيه تشوفه بقى في كاس العالم لعل وعسى يطلع لك نار ولا يعمل اي حاجه. فالراجل فعلا طلع نار في دقيقه كان طلع بره، فما لحقش يعني. وكده كل سنه وانت طيب يعني، كل سنه وانت طيب يعني، فما ملوش اي تواجد. الكلام بدأ يتفتح دلوقتي ان احنا لا خلاص لازم نشوف بقى بديل، ولازم ندور على بديل. طبعا بعد كاس العالم للانديه هيبقى الكلام على البحري بقى. يعني انت لو بتتكلم مثلا مع كولر او كده اللي هو في المداري اللي هو ايه كولر وشوف والكلام ده كله، فانت بعد كاس العالم للانديه وبعد اللي حصل ده فانت مش هتقدر تتكلم. فكولر طبعا قدامه اختيارين لا ثالث لهم. اختيار طبعا اولاني، وده بينول يعني زي ما بقول لك ايه يعني على هوا الجميع في النادي الاهلي، وهو فكره عوده وليد ازارو، ان وليد ازارو يرجع ويكون موجود. وخلي بالك طبعا الجميع متقبل فكره عوده ازارو، سواء اداره او لجنه تخطيط او الكل او حتى جماهير، الكل متقبل فكره عوده وليد ازارو، لانه كان لعيب سابق في النادي الاهلي وبالتالي عارف السيستم، عارف الدنيا ماشيه ازاي. الفتره الاخيره خلي بالك وليد ازارو عنده مشاكل شويه في النادي بتاعه الاماراتي، فبالتالي فرصة ان انت تعرف تحصل عليه كبيرة. في ناس بدأت تتكلم على فكرة ان انت تروح تجيبه اعارة، بس طبعا الموضوع هيبقى صعب، ده العقد بتاعه بينتهي، فصعب جدا ان انت تعرف يعني النادي يوافق على الاعارة، الا طبعا لو هو حاطط حاجة في العقد ان هو في حالة ان يعني مش عارف بقى تتعمل ازاي. بس الفكرة ان في ناس بدأت تطرح الفكرة دي ان احنا ناخده اعارة والكلام ده كله. بس زي ما بقول لك طبعا الموضوع صعب، هعيره ازاي وهو اصلا اخر موسم هيطلع مجانا. بس طبعا دي فكره يعني. ف زي ما بقول لك وليد ازارو بياخد يعني ايه زي ما نقول عنده كريدت اكتر في النادي الاهلي سواء من اداره او بتاع. كولر على فكره مش معترض على وليد ازارو، شايف ان هو مهاجم كويس والكلام ده كله، بس هو ممكن يكون بيفضل اكتر كانوتيه، محمد كانوتيه اللي هو بتاع احمد جروزني اللي هو بتاع بوركينا. وطبعا الناس في النادي الاهلي
يعني خلي بالك في مشكله ان انت مش عارف تدي قرار نهائي، لان اللاعب بقاله فتره مستواه مش افضل حاجه، ما بيشاركش بشكل كبير، فانت يعني مش عارفين يقيموه هل هو كويس ولا وحش، مش عارفين يقيموه. طبعا انت مش هتقيمه على مواسم سابقه، انت عايز تقيمه دلوقتي، لان هو هيجي المفروض يجي يلبس ينزل يلعب على طول، مش هتعمل وتكرر طبعا حوارات مودست. ف كانوتي زي ما بقول لك كولر بيفضله اكتر، يعني بيفضله اكتر، بس ما عندوش مشكله في فكره ازارو. الفكره بقى في ايه؟ ان انت هنا في عقبه تعتبر كبيره جدا في الموضوع ده، ان انت هتخلص مودست ازاي؟ لان خلي بالك تخليص مودست ده محتاج فلوس كتير، فانت محتاج تدفع فلوس كتير. فهنا ده حاجه ودي مشكله لو ما عرفتش تحلها. هنا هتلجأ للخطه البديله ان انت تجيب بقى لعيب تحت السن، ما عندكش حل تاني، ان انت لازم تروح تجيب لعيب تحت السن، بجانب طبعا ان انت هتجيب مهاجم مصري، دي ما فيهاش كلام يعني. طبعا المهاجمين المصريين اتكلمنا عليهم بقى ملايين المرات، فانت مش محتاج اقولهم لك يعني مروان عطيه، اوفا والناس التعبانه دي. فانت دي حاجه، فانت لازم تشوف، فانت هتشوف حوار مودست ده هيخلص على ايه. وطبعا في حاله ان انت ما عرفتش تخلص الموضوع معاه بالتراضي والكلام ده كله، واللاعب فضل متبت وقال لك لا اخد فلوسي كامله والكلام ده كله، فطبعا ده هيبوظ لك كل حاجه ويخليه يكمل معاك لنهايه الموسم، وبالتالي فهتضطر ان انت بقى يا اما تعتمد على البديل المصري وهو ده اللي يشيل بقى الليله، يا اما هتجيب حد تحت السن، وان كنت شايف ان دي فرصها اضعف شويه. لو عرفت ان انت تطيره ففي الحاله دي يبقى اختيار من اتنين، مفيش تالت ليهم، يا ازارو يا كانوتي. ممكن بقى في الكام اسبوع اللي جايين دول تحصل مفاجأة ينط حد جديد، هنشوف، بس دول الاقرب يعني حتى الان. امبارح الخطيب اجتمع مع امام عاشور اجتماع مطول جدا، وقعدوا يتكلموا مع بعض كلام كتير جدا جدا جدا. الخطيب كان بيتكلم مع امام على يعني ان هو يركز بلاش يلتفت لحاجات ملاش لازمه، تصريحاته تبقى منطقيه، بلاش شغل قصف الجبهات، بلاش مش عارف ايه، خليك كده في الحنايم بحيث ان انت ايه الدنيا تبقى ايه فيها تركيز اكتر والكلام ده كله. فدي حاجه. طبعا برضو خلي بالك خالد بيبو برضو اجتمع مع امام عاشور وبرضو اتكلم معاه. الخطيب برضو اتكلم مع كولر وقال له يعني ان هو بيثق فيه، وان هو مدرب المستقبل، وان هو اللي هيعمل الحاجات دي كلها. في سؤال جالي مهم جدا بالمناسبه بتاعت بما ان احنا رحنا على حته المستقبل، هل كولر فعلا مدرب المستقبل؟ اقول لك لا. مع طبعا وانت اللي بتقول الكلام ده انت على طول بتتكلم عن كولر كلام كويس، بس هل هو مدرب مستقبل؟ لا. واحد يقول لي يعني كولر هو مدرب مرحله، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت الموسم ده اللي احنا فيه الاخير ليه، لو زودت عن كده التجربه هتبوخ. انت انا اللي بقول لك الكلام ده، وانا من اشد المعجبين جدا بكولر، بس بقولها لك اهو من بدري، لو زودت سنه كمان التجربه هتبوخ وهيبقى فيها مشاكل كتير الموسم ده الاخير. وكولر هو زي ما قلت لك هو مرحله انتقاليه، خدك من فتره انت كنت موسم صفري، وقفك على رجلك وبس وبس. انما مدرب مرحله ومدرب مستقبل، فانت محتاج مدرب مختلف تماما عن كولر، يعني دي حاجه. طب لو احنا هنكمل بنفس الاسلوب بنفس اللعيبه، كمل بكولر، بس السنه الجايه هتبقى فيها مخاطر شويه بنسبه كبيره جدا، هيبقى صعب ان انت تنجح نجاح كويس. يعني السنه دي انت هتنجح بس مش النجاح بتاع السنه اللي فاتت. خد في اعتبارك ان كل ما هتمشي لقدام الدنيا هتقع منك حاجه، كل ما هتمشي لقدام هتقع منك حاجه، وبالتالي لو انت حابب ان انت تكمل بكولر بعد كده، فانا بقول لك انه لا، هيبقى عندك مشاكل، الا اذا حط بقى تحتيها 500 خط ان انت غيرت السياسه وقررت ان انت لا يا جماعه الخير، احنا هنعمل هاند بريك ونرفع كده ونعمل جيل من لعيبه النادي الاهلي اللي تحت، وهو بقى ايه يشتغل بقى موسم ريلاكس كده، يقعد قاعد يطور بقى ده، يشتغل على ده، يشوف نواقص ده. ففي الحاله دي اوكي، بس طبعا ده مش هيحصل، وبالتالي فانت محتاج ان انت تنط نطه لقدام. طب مين الاقرب او مين احسن اختيار في وجهة نظري الشخصية التي لا قيمة لها على الاطلاق؟ انك مكوينة بتاع سان داونز ده، انا شايف انه ده امتداد احسن بعد كولر. وانا حتى بعد السنة اللي فاتت او الموسم اللي فات لما كنا بنتكلم كنت بقول لك ان مكوينة
ده اللي يجي بعد كولر، ده اللي يجي يمسك بعد كولر. مدرب شاب عنده افكار كويسه جدا، كورته كويسه، هيعمل يعني شغل كويس جدا. ولكن بعد كولر، بعد كولر يجي على طول بعد كولر. م- هي الفكره بقى ان انت قلقان فيما بعد مرحله كولر، لانك طبعا ما تضمنش الناس اللي موجوده دي هتعمل ايه، فانت في قلق. بس زي ما بقول لك كولر نهايه الموسم ده، الموسم اللي احنا فيه، لا كفايه، خلاص كده تمام قوي. هو كده مش هيديك اقصى من كده، يعني هو اخره معاك موسمين، بعد كده انا بقول لك التجربه هتبوخ وهيبقى دمها تقيل وهنخش في حوارات ومشاكل وقصص وبتاع. فالافضل وقف الموسم ده يخلص بكل ما فيه، بحلو بقى بمره ايا كان، وبعد كده يستلم مدير فني. اتمنى انه يكون مكوينه زي ما بقول لك، لانه مدرب كويس جدا وعنده حاجات كتيره ويشيل. ما لقيت مكوينه رفض، قال لك والله يكمل في سان داونز، يبقى تشوف حاجه على شاكله مكوينه، حد كده يكون ايه، مدرب كويس، كورته كويسه، سنه مش كبير، يعني بتتكلم في تلاتينات اربعينات، وهو ده اللي يكون ايه المدرب بشكل يعني انا يعني مع حبي وتقديري واعتزازي بمارسيل كولر، وان انا شايف ان هو مدرب كويس، ولكن هو مدرب زي ما بقول لك مرحله، هي المرحله دي بعد كده لا، محتاج مدرب تاني يجي يطور بقى الموضوع ويوصلك لحته ابعد بقى. فدي حاجه يعني ايه حبيت اقولها لك. تمام تمام، بس كده، سلام عليكم.